الفيديو تاعنا اليوم هو مشروع مصغر مربح للشتاء. هذا هو وقت المشروع هذا البنات. انا عندي متر تاع قطيفه، عندي هذا الورد تبغوا ديروه تبغوا ما ديروهش. انا المهم زايد لي هذا يدير 40,000 المتر، زايد لي من الفيديو السابق وبغيت نخدم به. وايضا نحتاجو لاستيك، اما لاستيك العريض هذاك اللي يجي العرض تاعو 3 سنتيم، انا ما عندي المتوفر فراح نخدم به عادي يعني جدا. راح نحكم القطيفه نتاعي البنات. القطيفه لازم توشي بصبعك، لازم الشعيرات يجوا الاسفل ماشي يجوا طالعين هكا الفوق، لا كي توشي لازم تحسي بها رطبه. نعاود نذكر، لازم الشعيرات تاع القطيفه يجوا يشوفوا للجهه السفليه. روحوا من الجهه اللي تتكسل البنات، هاي الجهه اللي تتكسل نطويوها على 4. دائما اللي يتكسل يجينا من جهه العرض. وهالبنات هاد الكولويات ولا هاد السراويل تاع الشتاء لازم ديروا لهم سيرفيلاج ولا زيكزاك، المهم ديروا لهم، لان القطيفه تتفتق اذا ما درتولهاش سيرفيلاج من الداخل. اذا هكذا بعد ما طويت راح نوري لكم طريقه جد سهله يعني بدون اخذ القياسات نحكموا سروال، مهم يكون سليم ولا كولو عندكم ولا تفصلوا عليه عادي جدا. هذا السروال انا خدمته معكم في فيديو يتخدم بالبولار بزاف شباب ودافي ومقطن يعني لفصل الشتاء. هذا السروال اللي عندي ولا هذا الكولون اللي عندي يلبس ام ال اكس ال، نظن يلبس حتى الدوبل اكس ال، باسكو لا بريبار تاع هاد الكولويات كامل كيتباعوا يجوا ستاندار البنات لانه يتكسلوا. القطيفه تاعنا جايه تتكسل. من بعد الفوق راح نخلي واحد 4 سنتيم، هذه راح نديرها طويه باش ندخل فيها اللاستيك. شا ولا لينو نخدم لك واحد ومن بعد يعني درت انا جوست على حسب السروال اللي عندي. نديروا خط نيشان، انا ما عنديش طباشير صراحه، كي نخرج نجيب باللون الابيض باش يبان لكم هكذا يعني القلم ما راهوش يبان. ومن بعد هنا ديروا خط مستقيم البنات باش الكولون تاعكم يعني يجيكم شباب من الداخل. هكذا استعينوا بهذه المسطره. شو ولا لينو بطلعي عندي اوبلا. قولوا السلام عليكم، قولوا اشتركوا في المسابقه، قولوا اشتركوا في المسابقه. كي مشتركه انتيا تضحك، قلت لك كي مشتركه هنا راني نقص البنات. ها كيما راكم تلاحظوا نقص الكولون ولا السروال تاعي. كاين بزاف نساء يعجبوهم، علاش؟ لانه اللي ساكنين وحدهم ما يبغوش يلبسوا القناضر لانه يتجيناو في المنزل. فانا دائما نلبسهم لينا، نلبسهم مع تريكو ملاح دافين بزاف. لا لينا سمحوا لي البنات، ما كاش شكون يشدها لي يعني وحدي، فمضطره انكم تسمعوا الحس تاعها. بالنسبه للبنات اذا بغيتي ديري مشروع، ديري الوان يكونوا شابين، ديري في الكرونا، ديري النواغ، ما تشروش بالمترا، شروه بالرولو. اذا بغيتي ديري مشروع شري رولو كامل. مثلا ما عندكش دراهم بغيتي ديري مشروع، شري رولو تاع قطيفه يدير 800 ولا ويدير واحد 800,000 ولا 850. انا كنت نشريها للورشه. شروها باللون الاسود وخدمي الكولويات تاعك ولا السراويل تاعك كامل باللون الاسود. برك الا بغيتي ديري ورد ولا ورد داك الرقيق، الورد دخلي فيه الالوان، ديري غوج، ديري غوز، ديري يجي شباب. اذا بعد اللي قصيت البنات وريتكم شحال الطول، الان راح نجي للامام نهبط بحوالي 3 سنتيم. دائما السروال والبنطلون تاعكم يجي هابط من الامام، يعني الامام مش كيما الخلف. هكذا هبط بحوالي 3 سنتيم. ومن بعد واش رايحه ندير؟ رايحه نخيط، يعني نخيطوا جهه واحده فقط هي جهه الخلف. هاي البنات لا هاتش ندير لك طيور الجنه. والله سمحوا لي راح نخيط البنات ونعاود نرجع معاكم. اذا الان بعد ما خيطت ودرت لها سيرفيلاج، هاي درت لها سيرفيلاج، انا خيطتها بماكينه كوبرا. من بعد واش ندير؟ راح نجي هنا نطوي طويه صغيره لداخل ونزيد نطوي طويه. المهم راح نخلي انا حوالي 2.5 سنتيم، نخيط قطعه العرض نتاعها 2.5 سنتيم. ومن بعد اللي نخيطها نزيد نخيط في المنتصف باش تولي عندنا طريقين باش ندخل فيهم اللاستيك نتاعي. المهم الطول تاع اللاستيك
78 سنتيم، يعني نحتاجو هنا قطعتين. اذا كان عندكم لاستيك من داك العريض تحتاجو قطعه واحده فقط، الطول تاعها 78 سنتيم. اذا نحكم على مسك تاع حوايج ونبدا نتكك فيه من الاسفل ونزيد نتكك من الفوق. خدمتهم بزاف سهله البنات، ما كلا تشريهم من المحلات الخدمه ماكش تجي كامل شابه، يعني كورواطي العوار تشري حاجه بالخوف تفتق لك بالخوف تولي في حاله كارثيه. لهذا عندك ماكينه خدمي روحك يا سيدي، خدمي حاجه متقونه لروحك خير ملي تشريها تخلي المحلات يعني بزنسو فيك، خدمي روحك. اذا هنا بعد ما تككت اللاستيك نتاعي واش رايحه ندير؟ رايحه نقلب لداخل ونزيد نخيط الجهه الثانيه اللي هي جهه الامام. اذا البنات هذه هي الجهه نتاع الامام، راح نخيطها وندير لها سيرفيلاج ونزيد نخيط من الداخل. هذه البنات قبل ما نخيط من الداخل هاي خيطتها لهنا. بعد واش ندير؟ من الاسفل تبغي دي تخلي السروال نتاعك يعني هكذا، تبغي تخلي الكولون تاعك عادي، ولكن انا بغيت ندير لها عفسه نتاع لاستيك من الجوانب هكذا. راح ندير وحده فوق وحده بهذا الشكل. كذا نسقده مليح. لازم يكون نفس القياس البنات، نديروا هكذا وحده فوق وحده للقافه تاع القطيفه عفوا ماشي الوجه. درت انا حوالي 18 سنتيم، نعم 18 سنتيم. راح ندير نقطه هكذا. هذه رايحين نخيطوا فيها اللاستيك، يعني اللاستيك غير شويه نتكوه، ما تشعيش بزاف، غير فتاته. مهم قد ما تلقاي القماش تاعك بدا يتكمش احبسي. هنا راح نستعين بالمسطره وندير خط باش كي نجي لماكينه الخياطه نعرف وين نفوت باللاستيك وما يجينيش عوج. من اساسيات لا فينيسيون اتقان تاع الخياطه هي المسطره البنات. المسطره بزاف تنفعكم، انا بزاف نفعتني. وهنا بعد اللي نكمل نخيط اللاستيك ومن بعد ندير عطفه من التحت ونزيد نخيط لداخل. اذا البنات ها هي بعد ما كملت خيطت اللاستيك نتاعي، خيطت لداخل، درت سيرفيلاج وخيطت العطفه نتاعي من الجهه السفليه. انا واش راح ندير؟ راح ندير ورده هنا من الامام، وراح ندير وردتين زوج هنا عند فوق اللاستيك نتاعي، وندير زوج وردات في اللاستيك يعني الجهه الفوقانيه. انا راح نخدم لها، تقدروا تخدموا لها البنات بوستي ولا بودي ولا تخدموا ليكات ولا توليكم بيجاما. يعني نتوما هنا راح نثبت انا بالابره والخيط، ولا تشوفوا لها تريكو تاع الشتا في الباج يجي بزاف شباب. اذا هذه هي النتيجه النهائيه تاعي بعد ما بعد ما حددتها عفوا حددته مليح مليح في اللبسه تاعه من اروع ما يكون. في اللبسه تاع يلصقك على لاطاي ويجي بزاف شباب، وسيرتو الورد والعفسه اللي درناها له من الجنب جايه بزاف شابه، يعني زادته جمال. هذه هي هاي اللاستيك تاعنا، شوفوا تنشعوا ما يتفتقش. علاش؟ لانه دايرين سيرفيلاج. هذا لبسي وغسلي لبسي وغسلي لبسي وغسلي لبسي غسلي وردي لي خبر في التعليقات. بالنسبه للبنات قلت لكم متر طيح لكم 40,000 35 طيح لكم 35,000 بسعر الجمله. نتوما خدموه 60,000 55,000 60,000. واذا بغيتي تجيبي بيجاما يعني السعر اكيد يزيد. اذا البنات هاي حطيت لها انا مع بوستي هنا في البلو غوا على حسب لا كولور تاع القطيفه ولا تاع الكولون اللي عندنا. جا بزاف شباب. هي المانكا جايه ما جاهاش لانه هي عري، هي البتي طاي راني حكمتها بالدبابيس من الخلف، يعني فقط باش نعطيكم صوره يعني للنتيجه النهائيه. اذا مبدعاتي الكريمات هذا كان الفيديو تاعنا اليوم، نتمنى الاعجاب نتاعكم وخلوا لي رايكم في التعليقات. وفي الاخير نقول لكم بقيه نهار سعيده للجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه.